كريستيانو في السعوديه، شنو هادشي يا صاحبي؟ عادي عادي، شوف استمتع وصافي. كريستيانو في السعوديه استمتع به، كيعجبك تفرج فيه استمتع. في بوست فيسبوك في لي كومونتير لقيت جوج النوع. النوع الاول خايف على المستقبل ديال كريستيانو، خاف على راسك، خاف على راسك. 200 مليون دولار صاحبي في العام، واخا يكونوا كاع شاد كاع لي سناك اللي كاينين في المغرب ما تدخلش هادشي في الدافير. النوع الثاني خايف على الفلوس ديال السعوديه، حقا فلوس ديال الحج، هادوك فلوس الحج عطاهم لكريستيانو. مالك ياك انت حجيتي ديتي لاجر الفلوس ديالهم يديروا بها ما بغاو. شوف، باش نوضحوا هاد المساله هادي، لا حيت فريمون لقيت بزاف د الناس في لي كومونتير كيشوفوا مني كيشد اللعاب بزاف ديال الفلوس، كيقولوا لا الدوله كتضيع الفلوس وكذا. خاصك تفهم واحد الحاجه، هي النادي هو اللي كيخلص اللعاب، والنادي بحالو بحال شي شركه، بحال شركه مثلا دير اللي بغات وهي كتدفع الضرائب للدوله. يعني داك النادي كيجيب فلوس راسو ويخلص اللعاب باش ما بغى، وزيدون كيخلص الضرائب للدوله. فهمتيني؟ يعني الدوله كتربح من موراه. نعطيو مثال، مثلا شي شركه عندها واحد البرودوي، كيف ما كان هذا البرودوي كدير اشهار، كتمشي كتخلص مثلا، شي ممثل شي كذا باش يدير لها اشهار بلا ما نطقوا الاسماء، وكيدير لها اشهار كتعطيه الفلوس طائله باش كدير الاشهار. هذا النادي ديال النصر خلص كريستيانو ماشي باش يجي يلعب، زعما هو راه غيجي يلعب يعني، ولكن كريستيانو ما جابوش للسعوديه باش يلعبها صاحبي، جابوه باش يعلي النيفو، باش الانظار العالم توجه للدوري السعودي. الدوري السعودي غيولي يتعرف في العالم كامل. واش عارف الفرق اللي داروا في باج انستغرام ديال النادي ديالهم؟ شوف النادي كيفاش كان 800 كا دوز فيها، مني بدا الفريق كمل 800 كا، فضل في 3 ايام 4 ايام حتى 5 ايام ولا 10 المليون. فات بعض الانديه انجليزيه صاحبي وانديه اوروبيه، انديه سبورتينغ لشبونه واقيلا ما عندهاش هذا الرقم هذا. زائد داك الفلوس اللي كياخذها كتمشي نسبه كبيره منها ديال نسبه تقريبا ديال 35 40%، ما عرفتش نسبه بالضبط، كلها كتمشي في الضرائب. فهمتيني؟ يعني حتى هو كيخلص الضرائب. عرفنا دابا باللي الكره ما بقاتش لعبه، الكره دابا حاليا الكره ماشي لعبه، الكره وسيله ديال ضغط، الكره سياسه، تقدر تحسبها سلاح. الكره شي حاجه اكثر من انها لعبه. مثلا الدول ولاو كيتسابقوا انهم ينظموا تظاهرات بحال كاس العالم، بحال الكاس القاري، كاس افريقيا ولا كاس اسيا مثلا عند السعوديه وعند الدول العربيه اللي في اسيا. مثلا الدول ولاو كيتسابقوا باش ينظموا تظاهرات مثلا عالميه ديال الكره، بحال كاس افريقيا ولا الكؤوس القاريه ولا كاس العالم للانديه مثلا، اي شي حاجه اللي كتجيب لك الانظار. يعني هذا في التنظيم. عاد لكن عندك فريق منتخب قوي كما وقع المغرب في اخر كاس العالم، وصل نصف نهائي الانظار العالم، بزاف ديال الناس في العالم ما كانوش كيعرفوا المغرب فين جا ولاو كيعرفوه، يعني واحد الفرق كبير. ثانيا الدوري، مثلا الدوري المغربي، الدوري المصري، الدوريات العربيه بصفه عامه. الدوري السعودي مني غيستقطب كريستيانو، ولا دابا راه استقطب كريستيانو، هذا واحد المكسب كبير ليه صاحبي. يعني هو غيربح اكثر من غيخسر. فهمتي؟ وبلا ما تبقى حاط على السي ار 7 واش يماركي ما يماركيش، راه غيماركي، ولكن السي ار 7 ما جايبينوش باش يلعب. انا قلت لك ضروري خصو يبان في التيران، ولكن الهدف من المجي ديالو ماشي زعما باش يلعب كره ولا باش يماركي، ولا هدف كبير بزاف. كريستيانو مؤخرا واجه صعوبات كبيره في اوروبا، وخصوصا النادي ديالو مانشستر يونايتد. هادشي خلاه لقى صعوبه انه يسني مع شي فرقه كبيره في اوروبا، خصوصا لاعب كبير بحال كريستيانو الا كان في شي فرقه ضروري خاصو يتحكم فيها، ما كاينش بلاصتو. مثلا في ريال مدريد ملي سمعناه رجع يتدرب ما كرهناش كون شفنا عاوتاني كريستيانو رونالدو بالقميص ديال ريال مدريد، ولكن ما يمكنش لان كاين بلاصتو عامره. كذلك بزاف الانديه اخرين ما يمكنش كريستيانو يجي في هذا السن هذا ويتحكم في المنظومه ديال النادي كامل. والسبب الثاني اللي كنشوف انا هو انه كريستيانو من نهار رفض انه يدعم الالوان، هو في موقف صعب في اوروبا وضغوطات كتنهال عليه من جميع الاتجاهات. فكنظن في السعوديه هو غيكون مرتاح نفسيا، وكما شفنا مؤخرا في بعض اللقطات. ولكن كريستيانو حط راسو في موقف محرج في 2015 مني قال باللي خاصني نعتزل في شي فرقه كبيره في اوروبا، ماشي بحال اللي كيمشيو يلعبوا في الدوري القطري او لا الدوريات ديال اسيا بصفه عامه وديال امريكا. وهنا دارت به الدوره ورجع يلعب في الدوري السعودي، فهذه نقطه احراج بالنسبه لي.